المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستهديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطاب الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا، وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حمام ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهذا سلك نظمت